بسم الله الرحمن الرحيم. برهان ناصر محمد الفهد من شيوخ عشيرة البرني، سكنت محافظة الأنبار ناحية الفرات، خريج جامعة الأنبار بكالوريوس اللغة العربية في الآداب عام 2006-2007. ينحدر من عائلة نشأ شيوخ البرني عن جدي فهد الهلال، جدي محمد ووالدي. كان والدي عضو مجلس محافظة الأنبار دورتين 2009 و 2013 إلى أن وافاه الأجل رحمه الله تعالى 2017. بعد وفاة والدي استلمت زمام الأمور العشائرية والاجتماعية، أخذنا على عاتقنا إكمال المسيرة ما بدأه الأجداد في المحافظة على النسيج الاجتماعي، ترأس عشيرتنا، المحافظة على العادات العشائرية والقبلية الأصيلة. يا برهان العنادة طبع بالرجال وبيك اطباع ما تنمل، ومن تكرم تشيل الراس وصعب ما لقاك من تزعل. إضافة لذلك إكمال مسيرة المسلك السياسي اللي كان منتهجه والدي رحمه الله. أكملنا المسيرة السياسية في سبيل بناء مناطقنا وإعمارها ومواصلة أبناء عشائرنا ومناطقنا بشكل عام، على المستوى محافظة الأنبار بشكل عام ومناطقنا بشكل خاص. الحشود موجودة والعشائر موجودة وتصدت ووقفت، وكما وقفت في مناطق البغدادي، مناطق حديثة، وكنا حريصين على أن يكون هناك تمثيل حقيقي لهذه المناطق وهاي الجماهير من أجل جلب الحقوق. المعروف أن الحقوق تؤخذ ولا تعطى، فكان هذا أساس عملنا والوضع اللي عملنا به في التوجه السياسي في سبيل الارتقاء بمناطقنا والمحافظة على مكتسبات هاي المناطق. هاي المناطق عانت وضحت، قدمت دماء في سبيل الوطن والمحافظة. كانت عشيرتنا عشيرة البرنمر من أولى العشائر ومن أول الناس اللي قدموا شهداء وكانوا ملبين نداء دفاع عن الوطن. ما بعد الحمد لله رب العالمين الفريق السياسي اللي لزم محافظاتنا وخص بهم بالذكر حزب التقدم على رأس السيد المهندس رئيس البرلمان العراقي المهندس محمد ركان الحربيسي، حقيقة نقل الوضع السياسي بالنسبة للمكون والعراق بشكل عام يعني من مرحلة إلى أخرى، من مرحلة الظلام والدمار والتهجير وتخريب البنى التحتية إلى مرحلة الإعمار والبناء. وحقيقة في فترة وجيزة كان هناك عمل على تشكيل فريق تنفيذي وفريق تشريعي منسجم من أجل الارتقاء بواقع هذه المحافظات. ولا زال المسيرة تحتاج إلى مواصلة وتحتاج إلى مواصلة، لكنه نعتقد اليوم أن نحن في الطريق الصحيح والطريق السليم، وإن شاء الله هذه المسيرة ستكتمل أو ستكتمل تدريجيا يعني أو تتجدد تباعا إن شاء الله في انتخابات مجالس المحافظات المجمعة في 12 من هذا العام إن شاء الله، وإن شاء الله نكون على حسب ظن الجميع وظن الناس. والحلم واقع يصبح، عندنا المهم حب الوطن، ننجرح كلنا ونفرح، نبني